يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندك البط بتاعك قاطع الاكل، عندك البط بتاعك عنده اسهال، يبقى الفيديو ده عشانك. لو البط بتاعي قاطع الاكل اعمل ايه يا ام احمد؟ هتجيبي خميره اللي هي البودر دي اهي، هتجيبيها وتقلبي الكيس ده على الميه او نص الكيس حسب كميه البط عندك، تقلبيها على نص على الميه، وهتعصري ليمونه ومعلقتين عسل اسود وتحطيهم للبط، وتشيلي الاكل من قدامه وتسيبيه يجوع خالص لحد هو ما يقعد يزعق وينادي كده اكنه بيقول لك تعالي اكليني. هتسيبيه لما يجوع خالص وبعدين تحطي له الاكل بتاعه. بسم الله ما شاء الله، برده ما تكتريش، حطي شويه ولما يخلصهم حطي تاني، عشان ما لما بتسيبي الاكل قدامه البط مش هياكل. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، التحويل بتاع البط بتاعي تحفه. ده بالنسبه للبط اللي قاطع الاكل، هتجوعي وتحطيه. وفي العاده حتى لو البط بتاعك مش قاطع الاكل، دايما جوعي البط بتاعك يقوم ياكل معاكي ويعمل التحويل الرهيب اللي انت شايفاه ده. شايفه البط ده بسم الله ما شاء الله عمره قد ايه يا ام احمد؟ عمره 34 يوم. شايفين الجمال والروعه، صدره بسم الله ما شاء الله. شايفين البط اكل ازاي اهو. وخلي بالك هو كان بياكل كمان اكتر من كده، بس هو ايه خايف مني عشان جيت اصوره كده. شايفين البطايه بسم الله ما شاء الله عمري 34 يوم. طيب لو البط بتاعي عنده اسهال يا ام احمد اعمل ايه؟ حبيبتي هتجيبي 3-4 معالق نشا وتقلبيها على الاكل بتاع البط. في الحال هيقطم معاكي الاسهال خالص وهيمنعه تماما. خلي بالك الاسهال بيخسس البط بتاعك وما بيخلوش يتحول معاكي بسرعه وما بيخلوش يكبر معاكي بسرعه. فاحنا لازم نشوف البط بتاعنا ونشوف الفضلات بتاعته كده. لو لقيتيه عنده اسهال فورا حطي نشا على الاكل بتاعه، هيخلي البط بتاعك تحفه وهيمسك البطن بتاعته هيخليه جميل جدا. الخميره البودر دي على طول حطيها حتى لو البط بتاعك مش قاطع الاكل. الخميره ديت بتطهر الامعاء وبتفتح نفس الطير على الاكل بتاعك سواء بط سواء فراخ. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. لو تشجعي يا حبيبتي تربيه الطير في البيت حلوه جدا. والله البط ما هو مكلف، هو متعب، انا معاكي متعب بس مش زي الفراخ مكلفه. الفراخ انا معاكم، انا بربي الفراخ وبربي البط. الفراخ بتاكل كتير وكله علف والعلف غالي، الله المستعان. دلوقتي غلوه خالص، الكيلو عندنا هنا ب 32 جنيه، مش عارفه عندكم بكام. غلوه جامد. طبعا البط بنحط له عيش زي ما انتم شايفين كده، عيش متدشش. بتكسري العيش اللي بيتبقى منك في البيت، اي اكل بيتبقى منك في البيت. لو انت جايبه خضره ونقتيها وتفضل معاكي كام عود كده بتخرطيهم وتضيفوهم على الاكل بتاعه زي ما انت شايفه كده، ورده وتشيشه وكزبه. الحاجات ديت بتخلي البط يكبر معاكي بسرعه. انا طبعا وريت لكم التقليبه ديت اللي انا همشي معاها الفيديو اللي فات، التقليبه بتاعت الكزبه والرده والعيش والعلف. العلف مش بمنعه خالص، انا بقلل كميه العلف، بس مش بمنع العلف خالص لان انا محتاجه البط بتاعي يكبر معايا بسرعه عشان رمضان. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في اللايك، ولو اشتركت في القناه هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو كتبتي لي كومنت حلو بايديك الحلوين دول. شايفين يا حبايبي؟ ولو لكم اي اسئله او اي استفسارات اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. شايفين الجمال والروعه بسم الله ما شاء الله. اهتمي بالطيره بتاعتك، نضفي لها كويس، اكليها دايما، حط لها. والله في البرد ده بدفي له الميه كمان اللي بحطها له، ما بحطلوش ميه ساقعه من الحنفيه، بدفي له الميه لانه روح برده لازم يبقى دافيان وحلو عشان ما يخسش معايا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. شايفين كنا اخدينه ازاي وبقى ازاي، الله اكبر عليه. اتشجعي وهاتي لو كميه بسيطه، والله العظيم هتفرق معاكي وهتبقي فرحانه جدا بيها لما تكبر معاكي. طبعا مش هتنسي التعب وهتنسي ده كله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. انا هنا كمان زرعه في البلكونه بتاعتي اهو نعناع بسم الله ما شاء الله. شايفين حاجه كده ترفيه بقى في اخر الفيديو كده اهو بسم الله ما شاء الله على الجمال والروعه. وكمان زرعه في البلكونه اهو خضار، زرعه كزبره وزرعه جرجير وزرعه بقدونس. زي ما انتم شايفين كده، لو عندك مكان ازرعي الحاجات ديت حلوه جدا في بيتك، والله العظيم بتلاقي عود كده. شوفي الخضار ده انا قصقصته اكتر من مره، كل ما هتقصقصيه هيطلع معاكي تاني وهيطلع اتقل واتقل. شايفه دي انا كنت مقصقصاها 3-4 مرات. شايفين الجمال والروعه؟
بسم الله ما شاء الله. يلا يا حبايبي، لو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من ام احمد. سلام عليكم، باي باي.